السلام عليكم. معكم كارت ياسين. في هذا الفيديو غادي نجاوب على السؤال: واش فكرة ندير حصص او سوايع في سياقة آلة الرافعة الشوكية ونطلق يدي فكرة صحيحة وغادي نتعلم الكلاك؟ غنجاوبك بالتفصيل، خليك معايا حتى لاخر الفيديو. اسمع، واش كيحساب لك بحصة او جوج او اسبوع او شهر في هاد الحصص غادي تتعلم الكلاك وغتاخد المهنة وغتعرف تخدم بيه بهاد السرعة؟ الا كان الجواب ديالك هو غنقول لك بلي راك غلط وما فاهم والو. انت هنا ماشي باغي تتعلم الكلاك، انت هنا باغي تضيع فلوسك، حيت تعلم سياقة آلة الرافعة الشوكية بحال تعلم العزف على آلة موسيقية. الامر كيتطلب وقت طويل وممارسة وتدريب لعدة ايام، ماشي بحصة او 10 غتعلم ليه. نسولك، واش عارف كيفاش كيدوزو بعدا هاد الحصص التدريبية؟ الامر مضحك، غيحطوا لك جوج باليطات وغيقولوا لك هز وحده وحطها فوق اختها، درب على هاد العمليه وراك غادي تتعلم ليه. بقاو لك حصص قلال وها انت تعلمتي. واش هذا هو التدريب في نظرك؟ ما تكونش ساذج. واش غيعلموا كيفاش تشارجي وديشارجي من الشاحنه، وكيفاش تستف سلعه، وطريقه الخروج والدخول من الاماكن الضيقه، والتقنيات المشاريال والتحديات والمهارات اللي كيكتسبهم سائق محترف؟ معلوم لا، حيت اصلا البيئه ممولماش ديال التعلم. واش عمرك شفتي شي كلاك كيخدم في اتولي خاوي؟ نزيدك، اصلا اللي كيدير هاد الحصص ما كنظنش واش غتكون عنده شي خبره مهنيه ديال سنوات كسائق رافعه شوكيه. اللي كيعلمك غالبا كيكونوا مستثمرين كيشريو كلاك او كيكريوه وكيديروا هاد السوايع باش يدخلوا الفلوس. استثمار، الفلوس كتجيب الفلوس، والمستثمر راه ما كتكون عنده حتى شي مهنه على اي حال. والضحايا كاينين بزاف وكيعلموك هز باليطا فوق اختها، الا استفتيها راك تعلمتي. في نظرك هنا طلقتي يديك وخديتي المهنه اللي انت باغي وخاسر عليها الفلوس، راك غير كتضحك على راسك. واش غتمشي عند الخضار وغتقول ليه بغيتك تعطيني معلومات على السمك؟ ما يمكنش، حيت خاصك تمشي عند الصياد اللي طلب النصيحه. خاصك تمشي عند اشخاص مختصين وخبراء في هذا الميدان، ماشي عند مستثمرين. اللي خاصك تفهم هو راك غير كتضيع فلوسك. خاصك تعرف بلي الفيديوهات والشروحات للسياقه الاحترافيه اللي في هذه القناه كنعطيك العصاره بالمجان، خبره ديال سنين مختصره لك في طبق من ذهب. راه ماشي بهاد السوايع غتعلم وغتعرف اساسيات سياقه الكلارك. السياقه كتجيب اختبارات وشارج وديشارج ويوم كامل لعده سنوات وفي وسط حقيقي ماشي مزيف. وفاش كنقول لك خاصك تمشي تتعلم في الشركات الصغار او لي مغازات، حيت كنعني شنو كنقول. تما كاينه الخدمه ديال بصح، التقنيات اللي انت محتاجها باش تدخل سوق العمل. تكلمت على هذا الموضوع في حلقه فين خاصك تتعلم الكلاك، غنخلي لكم رابط الفيديو في الوصف. تما فين كاين الاحتراف اللي انت باغي، تما فين غتاخدو في وسط عملي حقيقي وغتطلق يديك كيف باغي. اما هاد الفكره اللي ولات دابا ديال الحصه ب 250 درهم او 150 درهم، هنا انت ماشي غادي تتعلم الكلاك، انت هنا راك باغي تحيد غير ديك الحرقه ديال الكلاك وتلوح فلوسك. وتذكر، ما كاينه حتى طريقه باش تتعلم الكلاك من غير تكون في الوسط ديالو. كنتمنى تكون وصلت المعلومه وتكون استفدتي. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناه اذا مازال ما اشتركتيش، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.